المستمعين الذي يراه الآخرون. آنذاك نشأت في المغرب حركة سياسية، حزب جديد أحييه وأحيي مناضليه، كان يقول بأن المؤسسات العمومية والدولة لا علاقة لها بالأنشطة التي يجب أن تكون من صميم المبادرة الفردية. يعني كان هناك نقاش حول دور القطاع العام والقطاع الخاص. وجاء هذا المشروع في البرلمان، فكان هذا العراق بين من يقول بأننا لازم أن نحد من الأنشطة التي كانت تقوم بها المؤسسات العمومية، وهي أنشطة مختلفة، كانت يعني في الزراعة، في الصناعة، في كل شيء. وتيار آخر الذي كان يقول بأن للقطاع العام دوره وأن للقطاع الخاص دوره أيضا. القطاع العام هو موجود من أجل توجيه القطاع الخاص وتوجيه الاستثمارات، والقطاع العام والقطاع الخاص لتنفيذ هذه البرامج. وعندما كنا نهم بالتصويت كنا نخشى أن يرفض المشروع، لأن الحزب الجديد الذي تكلمت عنه كانت له أعداد في البرلمان، فبحول الله وقدرته تم التصويت على أول مؤسسات تسمى المكتب الوطني للمطارات، وكان على رأسها بطبيعة الحال أحمد البيات. هذه ربما مكتوبة ولكن ماشي بالتفصيل. الشهادة الثانية هو عندما كان يهم ببناء مطار غزة بتمويلات قليلة. كان هنالك شخصيات مغربية ساهمت، نذكر بينها الشعبي الموكل، ولكن في وقت ما توقفت الأشغال، واضطر أحمد البيات إلى أن يخرج دفتره الشيكات ووقع شيكا بدون رصيد للملايير. باش تشوف هذا الرجل جيربيه. اكتفي بهاتين الشهادتين. واقول لكم اخيرا بان هذا السي احمد البيات كان في معركة مع الباز، تعرف الباز، ففاز البيات وسمي الباز. قولوا باز. قولوا باز.